السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم عشاق كرة القدم ومتابعينا الأعزاء. اليوم معنا موضوع دسم ومليء بالإثارة والتفاصيل الحماسية التي عاشها عشاق برشلونة في مباراتهم الأخيرة. إذا كنتم من عشاق برشلونة أو حتى من محبي كرة القدم عموما، أعدك أن هذا الفيديو سيمنحك جرعة تحليل ممتعة ورؤية مختلفة تماما عن المباراة. نعم، عادت الابتسامة إلى وجوه مشجعي برشلونة، ولكن مع كثير من القلق والتساؤلات. ماذا يحدث للفريق؟ كيف يمكن الفوز بمباريات بهذه الصعوبة؟ ولماذا تبدو بعض الأمور وكأنها بحاجة إلى تعديل عاجل؟ سنبحر معا في كل لحظة مهمة في المباراة، من قرارات المدرب المفاجئة إلى الفرص الضائعة، ومن الدفاع المثير للجدل إلى أهداف حاسمة جعلت الجمهور يلتقط أنفاسه بصعوبة. دعونا نستمتع برحلة تحليلية بأسلوب مشوق. ولكن قبل أن نبدأ دعني أسألك، ما رأيك في أداء برشلونة هذا الموسم؟ شاركنا رأيك في التعليقات لأنني متحمس لمعرفة رأيكم وتوقعاتكم. والآن اربطوا الأحزمة واستعدوا لأننا سننطلق. قبل أن نخوض في التفاصيل، دعونا نتحدث عن شيء يشعر به كل مشجع برشلونة هذه الأيام. عندما ترى فريقك يفوز تشعر أن الحياة جميلة وأن كل شيء يسير على ما يرام، أليس كذلك؟ ولكن لحظة، هل كل شيء فعلا يسير كما نريد؟ فوز فريق برشلونة على ريال مايوركا كان بمثابة حبس أنفاس لجماهيره. مباراة حملت معها فرحة الانتصار، ولكن أيضا أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات. إذا كنت أحد مشجعي البلوغرانا فأنت بالتأكيد عشت لحظات من التوتر والقلق. تساءلت خلالها لماذا يبدو الفريق أحيانا غير مستقر؟ ما هي المشكلة؟ وكيف سنمضي نحو لقب الدوري بهذه الطريقة؟ ما بين صراخات الجماهير وفرحة الأهداف وحبس الأنفاس في لحظات الحرج، هذه المباراة قدمت دروسا واضحة ليس فقط للفريق ولكن لنا كمتابعين ومحبين للفريق. برشلونة عاد للفوز نعم، ولكن بثمن كاد أن يكون باهظا بسبب الأخطاء الدفاعية وضياع الفرص السهلة. هذا الفوز أعاد البسمة، ولكن خلف الكواليس هناك رسائل يجب قراءتها بعناية. ما يحدث على أرض الملعب ليس مجرد أهداف ونقاط، بل دروس في التكتيك والإصرار. دعونا ندخل في التفاصيل لنفهم أكثر ما حدث ولماذا كانت هذه المباراة استثنائية بكل المقاييس. قبل أن تبدأ المباراة فجر المدرب هانس فليك مفاجأة كبيرة. ترك النجم الكبير روبرت ليفاندوفسكي على دكة البدلاء، مما أثار تساؤلات الجميع. لماذا؟ هل كان بحاجة للراحة أم أن المدرب أراد تجريب أفكار جديدة؟ الحقيقة هي أن فليك كان يفكر في شيء مختلف تماما. هدفه كان تحسين الضغط الأمامي، خاصة بعد أن أظهر ليفاندوفسكي بعض الصعوبات في المباراة الأخيرة. بصراحة هذا النوع من القرارات جيري، خصوصا في مباراة تحتاج فيها إلى كل أسلحتك الهجومية. وهنا بدأت رحلة مثيرة في الشوط الأول مع تشكيلة لم تكن متوقعة، ولكن دعونا نرى ماذا حدث لاحقا. منذ الدقيقة الأولى برشلونة كان في حالة نشاط واضح. الفريق صنع فرصا أكثر من رائعة، ولكنها للأسف كانت تضيع واحدة تلو الأخرى. تخيل معي اللاعب توريس يحصل على تمريرة من أولمو، ولكن كانت أقصر مما يجب فتضيع فرصة ذهبية. ثم يأتي لامين يامال ويهدر فرصة شبه مؤكدة، فرصة من النوع الذي لا يضيع عادة. وهنا بدأ الجمهور يامس، أين ليفاندوفسكي؟ لو كان هنا لكان أنهى هذه الفرصة بسهولة. لكن لنكن منصفين، الفريق قدم أداء هجوميا قويا في الشوط الأول، ورغم عدم تسجيل الأهداف إلا أن برشلونة كان المسيطر بلا منازع. ولكن كما يقولون كرة القدم لا تعترف بالسيطرة إذا لم تترجم إلى أهداف. وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول مايوركا عاقب برشلونة على إهدار الفرص. المشكلة كانت واضحة، الدفاع. برشلونة يعتمد على مصيدة التسلل، ولكن مايوركا أتى بخطة عبقرية. تخيل أن الخصم صنع مصيدة للمصيدة، 4 مهاجمين يتحركون بخبث بين المدافعين، وبدلا من الوقوع في التسلل جعلوا دفاع برشلونة في حالة فوضى. والنتيجة هدف التعادل لمايوركا، وبدأت أصوات النقاط تتحدث. هل أصبحت مصيدة التسلل الخاصة ببرشلونة فكرة مكشوفة؟ هل حان وقت تغييرها؟ أسئلة صعبة تحتاج إلى إجابات حاسمة، ولكن الأهم هو ما سيحدث في الشوط الثاني. دخل برشلونة الشوط الثاني تحت ضغط كبير، والفريق يعلم أن عليه تعديل الأمور بسرعة. لحسن الحظ جاءت ركلة الجزاء لتعيد برشلونة إلى المقدمة. وبينما كنت تعتقد أن الأمر أصبح تحت السيطرة، كانت مايوركا تصنع فرصا خطيرة تبقي قلوب مشجعي برشلونة في حالة توتر مستمر.
اللاعب رافينيا كان بطل اللحظة حيث سجل الهدف الثالث الذي أراح أعصاب الجميع. لكن هل الفوز يعني أن كل شيء كان مثاليا؟ بالطبع لا. مايوركا كشف نقاط ضعف واضحة في دفاع برشلونة، وبدأ أن الفريق بحاجة إلى حلول جديدة لتجنب سيناريوهات مشابهة في المستقبل. وفي الأخير برشلونة حصد النقاط الثلاث، ولكن الفوز لم يكن مريحا كما يبدو. إن واحدة من تلك المباريات التي تذكرك أن كرة القدم ليست مجرد استعراض، بل هي أيضا عن كسب النقاط بأي طريقة ممكنة. وفي الأخير إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. في أمان الله.